استكمالا لسلسلة فيديوهات التسوية في الاير فراير، عملت السمك المقلي في الاير فراير بطريقتين. يلا اوريكم النتيجة من الطريقتين ايه واقول لكم رأيي فيهم. اولا انا انتهزت فرصة ان البخاخة بتاعة الزيت بتاعتي اتكسرت بعد اخر فيديو قدمته لكم، فيلا هجرب معاكم توزيع الزيت بالفرشة ونشوف النتيجة منه ايه. اول طريقة، انا جبت السمك وهو متبل قلبته في الدقيق، نزلت عليه بعد كده بالزيت بالطريقة اللي انتوا شايفينها وبدأت اوزعه. بس حسيت ان الفرشة بالطريقة دي بتاخد الدقيق وتنقله لأماكن تانية، وكده توزيعة الدقيق مش هتبقى متساوية على السمكة، فبدأت ان انا اطبطب على السمكة كده بالراحة بحيث ان الدقيق ما يكتلش ولا يتنقل معايا لحتة تانية. يعني كنت بحاول احافظ على شكلها بقدر الامكان. دهنت الوش الاول من السمكة وما قلبتهاش على الوش التاني غير لما نقلتها في الاير فراير، وده علشان الجنب اللي انا دهنته بالزيت لو كنت قلبته في نفس الطبق اللي انا كنت بوزع فيه كان ممكن يلزق في الطبق او يتبهدل مني، فانا كنت بحاول اتفادى الحاجات دي، لذلك ما قلبتوش غير لما نقلته في الاير فراير ودهنت الوش التاني بالزيت وهي جوه الاير فراير. دخلت السمك وظبطت البرنامج على برنامج السمك اللي بيدي درجة حرارة 200 لمدة 18 دقيقة، بس كان في دقيقتين منهم راحوا في الأول وأنا كنت بسخن الحلة قبل ما أحط فيها السمك. قبل ما المدة تنتهي ب7 دقايق فتحت علشان أقلب السمكة وأشوف ايه الأخبار، بس لما فتحت عليها حسيت ان هي لسه محتاجة وقت شوية علشان وشها يحمر. قفلت تاني عليها وخليتها تكمل بقية المدة، ولما فتحت عليها بعد كده لقيتها كانت احمرت زي ما انتوا شايفين كده، شكلها لطيف ومقبولة بالنسبة لي التحميرة دي. بس لما جيت اقلبها على الجنب التاني علشان اشوف ايه الاخبار احمر ولا لأ، لقيته لسه يعني في اجزاء كده من الدقيق طرية زي ما انتوا شايفين، والطبقة الخارجية مش متحمرة، فقفلت عليها تاني واديتها 5 دقايق كمان لحد ما في الاخر خالص احمرت وطلعت شكلها كده. تقريبا الوقت اللي اخدته السمكة دي في الاير فراير 22 دقيقة، مع العلم ان احجام السمك اللي انا مستخدماه معاكم سواء في الطريقة دي او في الطريقة اللي لسه هوريها لكم وزنها اكتر من 500 جرام، يعني من 500 ل 600 وشوية. سمك حجمه كبير يعني مش صغير. نيجي بقى للطريقة التانية، جبت السمكة المتبلة زي ما هي كده من غير ما اقلبها في الدقيق ولا اي حاجة، ضفت عليها الزيت من الناحيتين ووزعته بالفرشة، وبعد كده دخلتها وظبطت برضو على برنامج السمك اللي مدته 20 دقيقة ودرجة الحرارة فيه 200. وبعد ما عدى 10 دقايق فتحت على السمكة لقيت شكلها زي ما انتوا شايفين. قلبتها على الجنب التاني وسبتها تكمل ال10 دقايق الباقيين في البرنامج. بعد ما خلص الوقت وفتحت عليها ما حسيتش ان هي محتاجة وقت اكتر من كده خلاص، فطلعتها على كده ويلا نشوف النتيجة. وده شكل السمكتين اللي اتقلت بالدقيق واللي اتقلت من غير دقيق، واعتقد الفرق واضح ما بينهم. بالنسبة لي اللي اتقلت من غير دقيق شكلها احسن، وبرضو قولولي رأيكم. اللي اتقلت من غير دقيق التشريحات اللي فيها وسعت شوية، وده طبيعي لان لما الدهون بتاعة السمكة بتنزل طبيعي ان الفتحات دي توسع، وده على عكس اللي حصل في السمكة اللي اتقلت مع الدقيق، وده لان برضو الدقيق بيكون عامل طبقة وبيكون مغطي الفراغات دي فمش واضحة قوي. بس زي ما انتم شايفين كده الشكل اللي بالدقيق غير منتظم على السطح قوي بتاع السمكة. مش عارفة ممكن يكون بالنسبة لكم ده مقبول ولا لأ، أنا بالنسبة لي مش سيء، ولكن هو مش برضو أحسن حاجة، مش زي اللي احنا بنكون قليينه في الزيت الغزير طبعا. بالنسبة للتسوية الاتنين مستويين، السمك أصلا من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت كبير خالص في التسوية، بس مقارنة لوقت التسوية الاتنين ببعض فاللي اتقلت بالدقيق أخدت وقت أطول من اللي اتقلت من غير دقيق. اما بالنسبة لتسوية السمك في الاير فراير فده من احسن الحاجات اللي اتعملت، وطعمها ما غيرش يكاد يكون مفيش تغيير اصلا. اما بالنسبة للطريقتين اللي سوينا بيهم النهاردة فانا فضلت الطريقة اللي من غير دقيق. وبس كده، دي كانت تجربتي، جربوا انتوا كمان وقولوا لي رأيكم. انا سارة هلال، لو استفدت من الفيديو ده وعجبك
ما تنسيش تعملي لي لايك وتتابعيني، بنزل دايما فيديوهات عن التسوية في الاير فراير وعن الطبخ عموما. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.